حيث تمتد الرمال بلا نهاية ويهيم البدو بين الخيام وعيون الماء، عاش شيخ جليل يدعى عبد المعين ابن راشد، وكان من أعيان قومه، عاقلا واسع الثراء، له مكانة بين القبائل، وله 3 أبناء من امرأتين، ياسر ومروان وجلال، وكان أصغرهم سنا وأصدقهم قلبا. كان جلال شابا في ربيع العمر، لم يتجاوز 20، ذا قوام نحيل وعينين واسعتين كأنما تخفيان بحرا من الأسى. تربى بعيدا عن لهو إخوته، فقد كانت أمه خادمة أحبها عبد المعين وتزوجها سرا، ثم توفيت بعد ولادته بأعوام قليلة، فشب يتيم الأم غريب النظرات في بيت يضج بالأطماع. لم يكن ياسر ولا مروان يريان في جلال إلا شوكة في طريق الميراث. كانا يرتديان الثياب الفاخرة ويجالسان سادة القبائل، يتفاخران بنسب أبيهما، بينما يترك جلال ليخدم في الإسطبل، يطعم الخيل ويسقي الزرع دون أن يجرؤ على الجلوس بينهم. وفي إحدى الليالي اشتد المرض على عبد المعين، فطلب جلالا إلى جواره وحده في وقت كان فيه ياسر ومروان منشغلين بإحصاء ما سيؤول إليهما بعد الرحيل. قال الشيخ بصوت خافت تتقطعه الأنفاس: يا جلال، ما لك غير الله؟ ثم هذه الورقة فيها وصيتي، وضعت لك فيها حقك، بل ما هو أكثر. فأنت كنت لي ابن البار، لا هم لك سوى راحتي، فاحفظها، فإن غبت كانت حجتك. وقبل طلوع الفجر أسلم عبد المعين روحه، فدارت الأرض بجلال، وابتلع الصباح أول يوم له في عالم بلا أب. وفي اليوم الثالث من الوفاة دعا ياسر أهل القبيلة لقراءة ما ادعى أنه وصية الأب. قرأ بصوت عال أمام الناس ورقة كتب فيها أن الميراث يقسم بين ياسر ومروان فقط، وأن جلالا ليس من صلبه، بل ابن خادمة ماتت قديما، ولم يذكر الورقة الحقيقية التي سلمها له الأب. حاول جلال أن يعترض أن يظهر الوصية، ولكن ياسر كان قد أحكم الأمر، وانتزع الورقة من جلال عنوة، ثم صاح فيه أمام الملأ: اخرج من بيت أبي، لا مكان للعبيد بين السادة. لم ينبس جلال ببنت شفة، نظر إلى الأرض وشعر كأنها ابتعدت عنه آلاف الأميال. سار بخطى مثقلة خارج الدار، لا يحمل سوى عباءته القديمة وكيس صغير فيه رغيف خبز يابس. خرج إلى الطريق لا يدري أين يقصد، الريح تلفح وجهه وحرارة الشمس تشق جلده. سار حتى أنهكته الرجلان، وبينما هو يعبر واديا ضيقا بين جبلين، لاح له من بعيد فتحة بين الصخور، كأنها فم مظلم يفغر للغريب عن أهل الأرض. اقترب منها ثم تساءل في نفسه: أهو مأوى للضواري، أم قبر قديم، أم مجرد صدع في صخر؟ لكنه لم يتراجع، شيء ما في داخله يدفعه للمضي، ولأول مرة لم يكن يخاف المجهول، فما بعد الخيانة شيء يخيف. مد يده وأزاح الحجارة الصغيرة، ثم دلف إلى الداخل بخطوات حذرة، فإذا به يدخل كهفا مهجورا، رائحة الرطوبة تعصف بأنفه، وجدران سوداء كتب عليها رموز لا يعرفها، وأعمدة من الصخر تنبثق من الأرض كأنها أذرع متجمدة.
جلس في الركن وأغمض عينيه. لم يكن يعرف أن ما وجده الآن سيقوده إلى ما لم يتخيل يوما. وهنت الرجلان وانحنت الظلال على وجه جلال وهو يرقب فتحة الكهف كمن يرقب نور النجاة من وسط الموت. لم تكن المغارة كما تصورها، إذ أن لامست قدماه أرضها شعر ببرودة تنفذ من الحجر كأنها تنفذ إلى أعماقه. الرطوبة في الجدار وصدى نقرة قدمه يجاوبه بوحدة فظيعة وبصمت يشبه حكاية قبر نسي أهل الأرض من دفن فيه. تقدم بحذر يتلمس الحجارة بأطراف أصابعه، وكلما أبصر تجويفا في الجدار توقف وتفحص كأنه يفتش عن سر نقش في العتمة. في ركن داخلي ضيق وجد مصباحا نحاسيا قديما وإناء فخاريا فارغا، وإلى جانبه كيس صغير من القطن الخام بدا فيه بقايا شعير يابس وشرفات من التين المجفف. قال في نفسه وهو يتناول التين: لعل من كان يعيش هنا قد هجر الكهف على عجل وترك وراءه طعاما نجا من الفساد. برفق وضع التين على قطعة من القماش وأكل ما يكفيه ليمسك على نفسه بقايا القوة، ثم جلس في ركن جانبي ظهره على جدار بارد ورفع ركبتيه إلى صدره كالصغير يلتمس دفئا مفقودا. مرت الليلة بطيئة وهي تنثر في قلبه ألف سؤال وألف وجع. كيف صارت الدار التي ولد فيها عدوا له؟ كيف صار الخبز الذي كان يسقيهم بحب سبب جوعه ووحدته؟ في الصباح خرج من الكهف وتسلق الجبل نحو الجهة الجنوبية يفتش عن نبات يؤكل أو عش لطير قد يحتوي على بيض طري. بعد ساعة وقرب شجيرة نبتت في صدع صخري لمح ورق البرسيم وبقايا نبات العرار الذي كان يعرفه أيام رعيه للغنم في صباه. قطف ما وجد وعاد به إلى الكهف وغسله بالماء الذي كان يتساقط قطرا بطيئا من فتحة في السقف، وبذلك صار يقتات كل يوم بقدر يكفيه للنجاة حتى استعاد قوته قليلا وبدأ يفكر في مصيره. وفي اليوم الرابع وأثناء تفقده لجدار عتيق في قاع الكهف لاح له شق بين صفين من الحجارة، وبعد أن دفع إحداها بعصا انفتحت بابا حجريا ضيقا يفضي إلى غرفة أخرى. الغرفة الثانية كانت مظلمة، ولكن ما هي إلا لحظات حتى تكيف بصره مع الظلمة، فرأى فيها شعاعا دفيقا يدخل من قوة دقيقة. وفي الزاوية صندوق خشبي مغبر وقطعة قماش تختبئ فيها قلادة عجيبة. قال في نفسه وهو يلمسها: ليست من متاع راع ولا متعبد، هذه من بيت كبار، والله لا أتبينن أمرها. خرج جلال من الغرفة الثانية في الكهف وهو يحمل القلادة في يد ويضمها إلى صدره كما يضم الظمآن إناء الماء في يوم قائض. لم تكن القلادة عادية، بل صنعت من ذهب عتيق تزينها حلقة مستديرة من العقيق الأخضر محفور على سطحها نقش دقيق، بدا كأنه اسم أو شارة لقبيلة قديمة لا يكاد يقرأ، لكنه مألوف بطريقة غريبة. جلس جلال على صخرة عند مدخل الغرفة ومد القلادة أمام عينيه يتأملها في ضوء النهار المتسلل من الشقوق. حاول قراءة النقش مرارا، لكن الغبار والعتق قد أخفيا الحروف. فجأة تذكر شيئا:
يوما ما قبل أعوام كان أبوه يجلسه إلى جواره في فناء البيت عند الغروب، وأراه قلادة تشبه هذه كثيرا، وقال له: هذه القلادة يا جلال لا توضع على عنق أي كان، من يحملها يعرف من هو ويعرف الناس قدره. حينئذ لم يدرك جلال ما قصده أبوه، لكنه الآن في هذا الكهف بين الوحشة والخذلان فهم أن ما في يده ليس مجرد زينة، بل قد يكون الدليل الوحيد على نسبه وحقه الضائع. أدار جلال الصندوق الخشبي الذي وجد القلادة فيه، فوجده مبطنا بقطعة من الكتان، وداخله قطعة جلدية قديمة ملفوفة بعناية. فتحها بحذر، فكانت ورقة مهترئة مكتوب في أعلاها بخط عربي قديم: سجل الحلف والنسب. قرأ جلال السطر الأول بصعوبة، وفيه: وقع هذا الحلف في دار عبد المعين بن راشد شيخ بني مهرة، بينه وبين عمران بن ثابت شيخ بني قضاعة، على أن يزوج عبد المعين ابنته الكبرى رقية لعبد الله بن عمران، وتكون ذريتهما وارثة للدار. توقف جلال لحظة. اسم عبد المعين هذا اسم أبيه، لكن عبد الله بن عمران من هذا؟ ثم تابع: وإذا لم ينجب عبد الله ولدا فإن الحلف ينتقل إلى أكبر أبناء عبد المعين من زوجته الثانية. أغلق جلال الورقة وأعادها إلى الصندوق. عقد قديم ونسب مختلط وتحالف بين قبيلتين، هذا يفتح أبوابا لا يعلم إلى أين تفضي، لكنه كان يعرف مكانا واحدا يمكن أن يبدأ منه بحثه. الشيخ صهيب ناسك كبير في السن يعيش في واحة الحميرة على بعد يوم ونصف من الكهف، وكان أبوه كثيرا ما يذكره بقوله: ذاك صهيب لا يتكلم إلا عند اللزوم، ويعرف ما لا يعرفه أكثرنا. في صباح اليوم التالي جمع جلال ما استطاع حمله: القلادة، الورقة، قطعة خبز يابس، وسقاء ماء، وترك الكهف خلفه، ولكنه لم ينس طريقه، كمن يغلق بابا خلفه على ماض سيعود إليه يوما ليفتحه مجددا. الطريق إلى واحة الحميرة لم يكن سهلا. سلك طريقا يقطع الوادي، وتسلق تلا صخريا، وتوارى عن أعين الرعاة كي لا يشاهد، حتى بلغ في المساء شجرة سدر عظيمة يستظل بها المسافرون، وكان تحتها رجل نحيف كثيف اللحية يطحن شيئا في هاون حجري. اقترب جلال بحذر وقال: السلام عليكم. رفع الرجل رأسه ونظر إليه نظرة ثابتة، ثم قال: وعليكم السلام، غريب وجهك، من أي البلاد؟ قال جلال وهو يجلس بهدوء: من دار عبد المعين، كنت من أبنائها ثم طردت. هز الرجل رأسه ببطء وقال: إذن فأنت جلال بن عبد المعين، كنت أنتظرك. اتسعت عينا جلال وقال بذهول: تنتظرني؟ ابتسم الشيخ صهيب ابتسامة خفيفة وقال: القصة لم تبدأ بعد، وما وجدته في الكهف ما هو إلا صفحة أولى في كتاب طويل. سكن الليل إلا من نسيم خفيف يحرك أوراق السدر في خجل. جلس جلال على الأرض المفروشة بتراب أحمر ناعم، لا يسمع إلا صوت أنفاسه وأنفاس الشيخ صهيب
الجالس قبالته على حصير خشن من ليف النخل يحمل هاونه الخشبي في حجره. سكت جلال لحظة، ثم قال بصوت خافت فيه شيء من الذهول: كنت تنتظرني؟ كيف؟ رفع صهيب رأسه والتقت عيناه بعيني الشاب، ثم قال: حين يعرف الرجل قدر أبيه يعرف كيف جاءت خطاه إلى هذا المكان. عبد المعين رحمه الله كان صديقي منذ الفتوة، نرعى الغنم معا ونتدرب على السيف في الليالي القمرية. لم يكن يشبه من حوله، وكان يعلم أن في أولاده من لا يؤتمن على إرث ولا ذكر. أطرق جلال برأسه ثم قال متوجسا: وهل أخبرك أنني سأتعرض للظلم؟ ابتسم صهيب ابتسامة حزينة وقال: بل. قالها بوضوح دامعة: يا صهيب، إن خذلوني خذلوه، وإن كذبوا علي كذبوا عليه، فاخف له شيئا إن جاءك يوما طريدا. وأعطاني صندوقا صغيرا وفيه القلادة وتلك الوثيقة التي وجدتها. هنا شهق جلال دون أن يشعر وقال في دهشة: أنت من وضعها في الكهف؟ هز الشيخ رأسه بتأن وقال: نعم، أخذني أبوك إليه قبل 20 عاما. كان يعرف الكهف منذ شبابه، يقصده حين يضيق صدره ويختلي بنفسه. خبأت الصندوق خلف الباب الحجري في الغرفة الثانية كما أوصاني. صمت قليلا ثم تابع: وأوصاني أن لا أبحث عنك إن ظلموك، بل أن أتركك تصل وحدك إلى السر، فإن وصلت فأنت تستحق أن تعرف الحقيقة. سادت لحظة من الصمت، ثم قال جلال، وقد زاد في صوته عمق لم يكن فيه من قبل: أبي وثق في ولم أكن أدري، كنت أظنني ابنا مهملا لا ذكر لي ولا شأن. رد صهيب بلهجة رصينة: بل كنت وديعة، وحكايته التي لم تكتمل، وكان يعلم أنك ستأتي. ثم قام من مكانه ببطء وسحب من خلفه قطعة قماش مغزولة بصوف الجمال، وأخرج منها لفافة جلدية قديمة وسلمها لجلال. قال: هذه بقية الوثائق، ليس فقط نسبك، بل أصل الحلف الذي عقده والدك مع شيخ بني قضاعة. فيك دمهم، وهم الآن في حاجة إلى وريث يعيد الحلف، ولا يعلم أحد منهم أنك حي. جلال الذي كان منذ أسبوع طريدا جائعا أحس كأن الحياة قد قررت أن تنقلب في طرفة عينه. ضم الوثيقة إلى صدره ونظر إلى الشيخ وسأله: وأين أجد قبيلة بني قضاعة؟ قال صهيب: في الشمال الشرقي، وراء وادي العرعر، يبعدون عنا مسيرة يومين، ولكن لا تذهب إليهم بعد. يجب أن تعيد ترتيب نفسك، وأن تحسن فهم الأوراق، وأن تخفي القلادة عن الأعين. لا تظهر بها إلا أمام من يستحق. تنهد جلال وقال: وإخوتي الذين طردوني وسلبوني حقي. نظر إليه الشيخ صهيب طويلا، ثم قال بوقار: من يعد العدة لا يحتاج أن يسأل متى يأتي الانتقام، بل يأتيه الوقت في وقته. ثم أشار إلى باب كوخه وقال: نم هنا الليلة، وغدا أعلمك ما لم تعلمه لك الحياة. نام جلال تلك الليلة، وقد تغير فيه شيء لا يرى، كأن في صدره جمرة خمدت سنين ثم اشتعلت، وكأن خطواته بدأت ترسم على رمال قدر جديد.
لم تعد فيه الضحية كما كانت. كانت الليلة هادئة، سماؤها صافية كأنها صفحة ماء لم تمس، والريح قد سكنت إلا من نسمات تتسلل من بين سعف النخل، تهمس بهمهمة خفيفة. نام جلال تلك الليلة على حصير بجانب جدار كوخ الشيخ صهيب بعد حديث طويل، وهو لا يدري أن السكون أحيانا لا يكون إلا مكر الليل. وبينما الليل يزحف نحو منتصفه، إذا بصوت غريب يقطع هدوء الواحة، صوت أنين خافت يأتي من بعيد من ناحية الممر الرملي الذي يتصل بالوادي. انتفض جلال من نومه وتبعه صهيب بعصاه. قال الشيخ وهو ينصت: تلك أنة رجل موجوع، تعال ولا تشهر سلاحك حتى ترى الحقيقة. خرج الاثنان من الكوخ على ضوء القمر، وسارا على الرمال حتى رأيا شبحا يسير مترنحا. كان جسده متسخا، وثيابه ممزقة، وكتفه اليسرى تقطر دما. سقط الرجل على ركبتيه أمامهما، وقال بصوت متهدج فيه رجفة غريبة: الماء، بالله الماء. أسرع جلال وأخرج قربة الماء وسقاه بيده، بينما وضع صهيب يده على كتف الرجل يتحسس نبضه، وقال: فيه حياة لكن ضعيفة. وحين هموا برفعه، انزلق رداء الرجل عن صدره، فانكشف خاتم من الفضة في عنقه معلق بخيط من الجلد. تجمد جلال للحظة. الخاتم هذا عليه نفس الشارة المنقوشة على القلادة التي وجدها في الكهف، دائرة تتوسطها شعلة تخرج منها 3 أسهم متقابلة. نظر جلال إلى صهيب وهمس: هذه الشارة مثل قلادتي. ولكن صهيبا لم يجب، بل أشار إليه بحزم أن يصمت. حمل الرجل إلى الكوخ ومددوه على فراش من الصوف، وبينما كان صهيب يضغط على جرحه ليوقف النزف، بدأ الرجل يهذي بكلمات مبعثرة. قالوا: الوريث لم يمت، النسر في رقبة النسر، لا تسلمها، لا تسلمها. راشد بن كليب، فيهم خائن. ثم سكت وعاد إلى غيبوبته. حدق جلال في الشيخ وقال: راشد بن كليب هذا أحد أصدقاء إخوتي، كان يأتي إلى دارنا قديما. نظر إليه صهيب بتمعن، ثم قال ببطء كأنه يراجع خيوطا قديمة: إذن الأمر أعمق مما نظن. ليس إخوتك وحدهم، بل هناك من يسعى إلى ما تحمله من خارج بيتك، من خارج دار عبد المعين. قال جلال وهو يزدرد ريقه: هل هذا الرجل من بني قضاعة؟ هز الشيخ رأسه وقال: ربما، أو من حلفائهم، أو ممن علموا بأمر القلادة فطمعوا فيها. الأهم أنه عرفك دون أن تذكر له اسمك. اقترب جلال من الرجل الجريح وأخذ الخاتم وتأمل الشارة جيدا، ثم قال: لابد أن أعرف ماذا تعني هذه الشعلة، وماذا في رقابة النسر. أشار الشيخ إلى قطعة من الخشب المسند إلى الجدار، وقال: أغلق الباب الآن، فقد تجر هذه الليلة وراءها رجالا لا يعرفون الرحمة. وفي اللحظة التي نهض فيها جلال ليغلق الباب، لمح من بين سعف النخيل البعيد ظلا أسود يتحرك بخفة. تسارعت أنفاسه والتفت إلى صهيب وقال:
لسنا وحدنا في هذه الواحة الليلة، رد الشيخ وقد قبض على عصاه بإحكام. إذن بدأ اللعب على المكشوف. لم يكن الليل هذه المرة هادئا كما الليالي السابقة. كانت الريح ساكنة والقمر في تربيعه الأخير يسكب ضوءا باهتا على رمال الواحة. جلال نام بجوار الرجل الجريح، وصهيب كان يسنده إلى وسادة من ليف بعدما أسقاه دواء صنعه من جذور مطحونة. ولكن ما لبث السكون أن انكسر حين شق الهواء رائحة دخان كثيف، ثم تلاها وهج أحمر يتراقص كألسنة غاضبة تبتلع الظلمة. انتفض جلال من نومه وهرع إلى باب الكوخ. كان اللهب قد التهم كوخا مهجورا في الطرف الجنوبي من الواحة. تصاعد الدخان كعمود أسود نحو السماء يتلوى ويلتهم الأخشاب البالية. خرج صهيب خلفه صامدا رغم عكازه، وقال بصوت خافت: ذلك الكوخ كان مخزنا لأوراق قديمة لا يقصده أحد منذ سنين. ركض جلال نحوه وسحب دلوا من الماء من البئر المجاورة، وراح يسكب الماء على أطراف النار، ولكن النيران سبقتهم إليه. في الصباح حين خمد كل شيء وقف جلال يتفحص الرماد، وإذا به يلمح لوحا خشبيا أسود محترق الحواف وعليه نقش قديم. انتشله من تحت الرماد، مسح عليه بكمه، فإذا به يرى نفس الشارة التي على القلادة، شعلة ب3 أسهم، ولكن شطبت بخط أسود مشوه. نظر إلى صهيب بعينين مرتجفتين وقال: رسالة، يريدون أن يخبروني أن لا حق لي في هذا الرمز، أنني ملاحق. قال صهيب وهو يطالع اللوح بعين ثاقبة: هذه ليست إشاعة رعب، بل تحذير، إنذار قبل أن ينقضوا. في تلك الأثناء بدأ الرجل الجريح يتأوه وتحركت أطرافه. اقترب منه جلال ووضع يده على جبهته، ففتح الرجل عينيه ببطء وحدق به لثوان، ثم قال بصوت خافت متكسر: أأنت الوريث؟ قال جلال: اسمي جلال بن عبد المعين. هز الرجل رأسه وكأنه تنفس راحة، ثم قال: اسمي سهيل، كنت حارسا لدى شيخ بني قضاعة، وقد طردوني حين علموا أنني ساعدت رجلا كان يبحث عنك. أمسكه جلال من كتفه وقال: ومن الذي يبحث عني؟ قال سهيل بصوت حاد: لا أحد يريد ظهورك يا جلال، هناك جماعة تسمى عهد الظل، يعملون في الخفاء، يسعون لطمس آثار الحلف القديم، يتآمرون مع بعض رجال داركم، خصوصا راشد بن كليبة. اتسعت عين جلال وسأل: راشد أهو من هذه الجماعة؟ قال سهيل: بل هو أحد رؤوسها، حاول أن يستولي على ختم الحلف، ولكن شيخ قضاعة أخفاه، وأنت الوحيد الذي يمكنه المطالبة به رسميا. اقترب صهيب وقال بصرامة: إذن لم يعد لك مقام هنا يا جلال، الواحة انكشفت، ورسالة النار تعني أن أعينهم باتت قريبا. قال جلال: إلى أين أذهب؟ رد الشيخ وهو يفتح صندوقا صغيرا من الجلد ويخرج خريطة قديمة مرسومة بالحبر: إلى وادي العرعر، حيث يقيم الشيخ زياد بن هاشم من بقايا أوفياء والدك. ستجده هناك في مضارب بني السمير، ولكن الطريق محفوف بالموت. نظر جلال إلى سهيل وقال له: هل تقدر على السير؟ رد سهيل وقد غطى جرحه:
الجرح أهون من أن أراك تسقط قبل أن تعرف الحقيقة. وفي الصباح غادر الاثنان الواحة بهدوء على ظهر ناقتين جهزهما صهيب، بعد أن دس في رحال جلال القلادة والوثيقة وخريطة الطريق. وقبل أن يرحل أمسك صهيب بكتفه وقال: تذكر، لا تظهر القلادة إلا أمام من يستحق، وراشد لن يتوقف. أومأ جلال برأسه ثم مضى في صمت، والرمال تغلق خلفه أثر قدميه، وبين عينيه كان لمعان جديد، ليس لمعان الخوف بل لمعان القرار. كان الفجر قد بدأ يرسم خيوطه الأولى حين لمح جلال من بعيد واحة خضراء تتوسطها تلال رملية، وتحيط بها النخيل من الجهات الأربع، كأنها سور من ظلال تحمي قلبا نابضا. قال سهيل بصوت مبحوح وقد غطى كتفه بعباءة خفيفة: ذلك هو وادي العرعر، وهناك بين مضارب بني السمير ستجد الشيخ زياد بن هاشم. كان الهواء عليلا والسماء صافية، ومضارب القبيلة ترى من بعيد، خيام كبيرة من وبر الإبل تنبض بالحياة، وأصوات خفيفة للنساء وصرير الجمال. حين بلغا أطراف الوادي أوقفهما رجل فارع الطول يرتدي عباءة سوداء وعقالا من ليف النخل المجدول، وقال بلهجة حذرة: ما شأنكما بالوادي؟ تقدم سهيل وقال: نحن من طرف الشيخ صهيب، ونطلب لقاء الشيخ زياد بن هاشم. تأملهما الرجل لحظة ثم أشار لهما باللحاق به. مضيا في صمت بين صفوف الخيام حتى وصلا إلى خيمة عظيمة ذات أعمدة خشبية مزخرفة وسجاد فخم يفترش الأرض. في داخلها كان يجلس رجل ذو لحية بيضاء طويلة ووجه نحيل فيه هيبة السنين. قال قبل أن ينطق أحد: مرحبا بابن عبد المعين، لقد تأخرت كثيرا يا جلال. ذهل جلال وقال: تعرفني؟ هز الشيخ رأسه وقال: ما يشبهك إلا والدك. جلس الثلاثة، وأخرج جلال من كيسه القلادة والخاتم فوضعهما أمام الشيخ زياد. أمسك الشيخ القلادة بيد مرتجفة وقال: هذه كانت شاهدة على عهد لا يجرؤ أحد أن ينكره، لكن هناك من يبيع شرف القبائل ببضعة دراهم. ثم نظر إلى جلال نظرة حادة وقال: لقد بدأت الحرب يا بني، وما حملته إلي ليس قلادة فقط، بل شعلة ستشعل بين الرمال نارا لن تنطفئ. في الجانب الآخر في دار عبد المعين، وتحديدا في المجلس الكبير، كان مروان يخطو جيئة وذهابا بقلق ظاهر، بينما جلس ياسر على مقعد منخفض يطالع ورقة قديمة. قال مروان بعصبية: لا أفهم ما الذي يؤخر رجالنا، أليس جلال تائها في البر؟ لماذا لم يمسكوا به بعد؟ رد راشد بن كليب الذي كان يجلس بهدوء كعادته قائلا: وصلني منذ يومين خبر من أحد أعواني، رأوه مع رجل جريح في الحميرة، ويقال إنه اتجه إلى الشمال الشرقي. سأله ياسر: وماذا في الشمال؟ قال راشد بصوت رخيم فيه مكر: وادي العرعر، وهناك يقيم زياد بن هاشم، آخر من تبقى من حلفاء والدك. إن وصله جلال فربما يطالب بالحلف وبحقه في الإرث، وقد يعيد بناء ما هدمناه.
وقف مروان فجأة وقال: سأسبقه إليه، سأجعله ندما يتنفس، لن أسمح له أن يعود. أما ياسر فقد بقي صامتا لحظة، ثم قال بصوت خافت: إن عاد جلال فلن تكون الأمور كما كانت، إنه لم يعد ذاك الصغير الذي طردناه. نظر إليه راشد نظرة باردة وقال: الندم لا يفيد يا ياسر، الآن نحتاج إلى حسم. من يمسك بالقلادة يمسك بالحلف، ومن يمسك بالحلف يمسك بالقبائل. ثم وضع راشد على الطاولة خريطة مفصلة، وأشار بإصبعه إلى طريق ضيق يمر من واد محفوف بالرمال السوداء، وقال: هذا درب السراب، إن كان جلال سيسلكه فلن يخرج منه حيا. في المساء جلس جلال مع الشيخ زياد في خيمة صغيرة، يتصفحون وثائق الحلف القديمة ويتأملون خريطة عليها شارات غريبة. قال زياد: يا جلال، ما تعرفه هو نصف القصة فقط، أما النصف الآخر فمدفون في موضع لا يعرفه غيري، ووقته لم يحن بعد. رفع جلال عينيه وقال: وإخوتي هل سيتوقفون؟ ابتسم الشيخ زياد وقال بمرارة: لا أحد يتوقف حين يتعلق الأمر بالسلطة، ولكن لكل ظالم لحظة، إما أن يسقط أو يفضح. كان الليل قد أرخى سدوله على السهوب الممتدة حين وقف جلال على تلالة صخرية تشرف على واد نائم بين التلال. يقال إن فيه قصرا قديما كان يوما مقرا لعبد المعين ووالده حين كان يجتمع فيه بحلفائه. لم يكن المكان مأهولا منذ 20 عاما، ولا يدخله أحد إلا الرعاة في أيام الصيف. كان سهيل يسير خلفه متثاقلا، ما زال جرح كتفه يؤلمه، لكن الإصرار في عينيه كان يضيء وجهه الشاحب. قال جلال وهو يحدق في الوادي: هل أنت واثق أن الوثيقة مدفونة هنا؟ رد سهيل بصوت خافت: الشيخ زياد قال إنها في جدار القاعة الغربية خلف الحجر المائل. هذه آخر وصايا عبد المعين له قبل أن يغلقوا القصر. سلكا معا الطريق الملتف نحو الوادي، وكان القمر يرسل ضوءا خفيفا فوق الأعشاب اليابسة. وما إن اقتربا من سور القصر الحجري حتى بدأ صوت الريح يشتد، كأن الأرض نفسها تحذرهم مما سيأتي. فتح الباب الخشبي الصدئ، فصرخ بأزيز كأنه أنين ماض مكسور. دخل جلال أولا، ويده تمسك بخنجر صغير، بينما تبعه سهيل ببطء. كانت جدران القصر مغطاة بغبار السنين، وسقف القاعة يحمل أعشاشا لطيور هجرتها الحياة. اقتربا من الجدار الغربي، وبدأ سهيل يتحسس الحجر الكبير المائل في الزاوية. ضغطه من الأسفل فتحرك قليلا، ثم انكشف خلفه تجويف صغير فيه صندوق خشبي قديم ملفوف بجلد مشدود بحبل من كتان. أخذه جلال بيد مرتجفة وفك الحبل، فظهر داخله رقعة جلدية عتيقة مختومة بختم أحمر من شمع قديم. قال سهيل بصوت خافت: هذه هي وثيقة العهد الأصلي التي تشهد على حلف والدك مع القبائل، وبها توقيعاتهم جميعا. ولكن اللحظة لم تكتمل، فقد سمع فجأة صوت أقدام سريعة في الخارج، تبعها همس ثم صياح خافت. أمسك جلال بالخنجر والتفت نحو الباب، وفجأة دخل رجل طويل القامة
عريض الكتفين بلحية خفيفة وملامح مألوفة. تجمد جلال في مكانه وهمس: ياسر. أخوه الأكبر الذي كان سبب طرده يقف أمامه الآن، لا يحمل سيفا، بل يحمل نظرة غريبة فيها حيرة وتردد. قال ياسر بصوت هادئ غير معتاد: لم آت لأقتلك يا جلال، جئت لأرى الحقيقة، وأراها الآن بين يديك. حدق فيه جلال طويلا وقال بمرارة: الآن تتذكر أن لي حقا بعد أن جردتموني من كل شيء. اقترب ياسر خطوة وقال: راشد يريد أن يبعدنا جميعا. كنت أحمق حين صدقته، ولكن مروان لن يتراجع. وما إن أنهى كلمته حتى دوى صوت انفجار خفيف خارج القصر، ثم دخل رجال مدججون بالسلاح، يتقدمهم مروان بنفسه ووجهه يتقلص بغضب كالمسعور. صرخ مروان: خنتنا يا ياسر، تقف مع هذا اللقيط، كل ما نملك سيذهب له. أصيب سهيل بسهم طائش في جنبه فسقط على الأرض يصرخ، بينما أمسك جلال الوثيقة بقوة وراح يجر ياسر خلفه بحثا عن مخرج خلفي. بشق الأنفس تمكنوا من الإفلات من الكمين وعادوا يركضون بين الصخور. وفي صدر جلال كان قلبه ينبض بقوة، ليس من الخوف بل من الإيمان أن لحظة المواجهة الكبرى قد اقتربت. كانت الشمس قد ارتفعت في السماء حين بلغ جلال أطراف مضارب بني السمير من جديد، وقد أنهكه التعب، والوثيقة مطوية داخل ردائه محكمة عند صدره كأنها قطعة من قلبه. كان ياسر يسير إلى جانبه صامتا مهموم النظرات، يحمل وجها أنهكته الندامة. أما سهيل فقد أسعف على يد رجال الشيخ زياد، وإن كانت جراحه غائرة فإن روحه بقيت صامدة. في ساحة المجلس الكبير وقف جلال أمام شيخ القبيلة زياد بن هاشم، وقد اجتمع من حوله وجهاء القبائل ممن تبقى من أهل الحلف القديم. رفع جلال الوثيقة أمام الجميع ثم قال بصوت ثابت: هذه وثيقة العهد بختم والدي عبد المعين وتواقيع شيوخ القبائل، وفيها ما يثبت حقي وحلف والدي معكم. فتح الشيخ زياد الوثيقة ببطء وراح يقرأها بصوت جهوري فيما الناس ينصتون. كانت الكلمات محفورة كأنها نار على جلد. ويكون وريث عبد المعين هو صاحب الشعلة، يحمل القلادة ويحفظ العهد، وله أن يبايع متى ظهر ووقف شاهدا بوثيقة الحلف. سكت الشيخ ثم نظر إلى الحضور وقال: وقد فعل. ضج المجلس بالهمس، ثم وقف أحد الشيوخ وقال: نحن نبايع جلال بن عبد المعين وارث أبيه ورافع راية الحلف. وقف آخر ثم ثالث حتى ارتفعت الأصوات: نبايعك يا جلال. في تلك اللحظة دلفت إلى المجلس مجموعة من الرجال يحيطون برجلين موثوقين بالحبال. كان مروان وراشد بن كليب، وقد تمت مداهمتهما عند أطراف التال بعد أن كشف أمرهما ياسر نفسه وسلمهما للعدالة. قال زياد وهو يشير إليهما: خانوا الحلف وسرقوا الحقوق وأرادوا الدماء بدل الصدور، فكان جزاؤهم الخزي. رمى جلال نظرة باردة على مروان الذي صرخ: لن تغفر لك الأيام يا جلال. لكنه لم يجب، بل قال: قد أغفر يا مروان، لكن الأرض لا تنسى من باعها.
في الأيام التالية بدأ عهد جديد في الوادي. شيد مجلس للحكم في مضارب بني السمير، وعقدت الاجتماعات تحت راية الشعلة الثلاثية. أما جلال فقد أعاد توزيع أملاك أبيه التي استولى عليها مروان، وباع بعضها، وورث أراضي خصبة حول الحميرة ومضارب أخرى عند مجرى النهر، حتى صار من أثرى رجال القبائل.